سمعت عن الكائن البحري اللي خوف العلماء؟ تخيل انك تبقى ماشي بسفينة وفجأة تلاقي حاجة بيضة ضخمة شبه الانسان بس بحجم حوت، كائن النينجن. واسمع القصة. اصل الحكاية بدأت لما سفن يابانية كانت بتعمل ابحاث وماشية في القطب الجنوبي، وشافوا حاجة مرعبة بتتحرك تحت المية، قالوا عليه نينجن. كائن جسمه ابيض كبير زي التلج، يطلع يبصلك من المية وينزل تاني. ومن ساعتها والناس بدأت تدور وتشوف. العلماء نفسهم كانوا محتارين، يا ترى ده مجرد كائن حقيقي ولا وهم وتخيلات؟ بس الاكيد ان الموضوع ده فتح دماغ ناس كتير وخلاهم يدوروا على اسرار في اعماق البحار زي ما احنا بنعمل دلوقتي. واللي يساعد في كده اللي احنا ما اكتشفناش الا من 5 ل 20% من المحيط. بس بعيدا بقى عن الاساطير، هو في فعلا كائن حقيقي اسمه قرش فانوس النينجا. الاسم مشابه لكن خلي بالك ده كائن تاني خالص وموجود حقيقي. الكائن ده العلماء اكتشفوه في 2015. قرش لونه اسود جدا ويقدر ينور في الضلمه من خلال خلايا خاصه كده في جلده. بس يا صديقي، وهو ده عالم البحار مليان خبايا واسرار لسه بنستكشفها. السؤال بقى، تفتكر النينجن حقيقي وممكن يطلع في يوم من الايام ولا خيال؟ اكتبوا لي في التعليقات.